مش اي حاجة تتحكي للناس، ومش اي حد ينفع ان انت تحكي له، ومش كل حاجة ينفع ان انت تقولها. انصح كل حاجة عايز تقولها للناس. اي بني ادم حواليك بتحكي له اي حاجة، انصح يا ابني. لا تحكي لحد انت رايح فين، ولا انت جاي منين، ولا انت هتشتري ايه، ولا تحكي تفاصيل حياتك. عمال تحكي اللي بيحصل جوه حياتك، جوه بيتك، جوه عش الزجوية بتاعك. انت هبل يا ابني. الناس هتستكتر عليك الحاجة اللي معاك، الناس هتستكتر عليك الحاجات اللي انت حصلت عليها، الناس بتستكتر عليك الضحك والفرحة، ويبقى قاعد قدامك بيسمع منك وهو على وشه رسمة وابتسامة، بس غصب عنه ممكن يستكتر عليك. ده نقي الناس اللي تحكي لها، نقي الناس اللي تقول لها ايه وما تقول لهاش ايه، ومش كل حاجة تتقال. ده حتى الاخ ما بنحكيلوش كل حاجه، نقي تفاصيل بس. وصدقني والله العظيم اللي انت شايفه بالنسبه لك بسيط ممكن يبقى عظيم عند ناس تانية. عشان كده ركز، مش كل حاجه تتحكي للناس، ومش كل بني ادم ينفع يتحكي له، ومش كل تفصيله لازم تتقال. خليك ناصح. عشان كده اقفل ده. لا تحكي للناس انت رحت فين، ولا هتروح فين، ولا هتعمل ايه، لا اشتريت ايه ولا هتشتري ايه، لا بتحب ايه ولا تكره ايه، ولا انت حتى بتفكر تعمل ايه. سيبها ماشيه ببركتها، لان لما تحكي بكل التفاصيل الابواب بتقفل. انصح.